ولحد امتى تبقى نفسي اتوب، نفسي ابقى كويس، نفسي اصلي، نفسي اتعدل. انا عارف ده نفسك فيه، ولكن ألا تعلم كم في بطون القبور من حسرات؟ كل اللي في القبور دول بقول لك اهو الصلوات 5 صلوات، 5 صلوات وفيهم الخير كله. ما بالك بقى لما تتوضا وتروح المسجد، يا شوف الخير كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضا في بيته فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد فهو زائر الله. شباب والله ورب الكعبه انا ناصح، وانا اعلم يقينا ان كل واحد، وتعاملت مع كثير من الشباب ومن الكبار وفي قلبه خير ومحب للدين، وجرب مرة واثنين وثلاثة وهو معظم لدينه محب لربه، ولكن لحد امتى تفضل كده؟ ولحد امتى تبقى نفسي اتوب، نفسي ابقى كويس، نفسي اصلي، نفسي اتعدل. انا عارف ده نفسك فيه، ولكن ألا تعلم كم في بطون القبور من حسرات؟ كل اللي في القبور دول المسلمين كان نفسهم كان عايز يصلي، كان عايز يتعدل، كان عايز يتظبط، وكان نفسه وكان بيؤمل، ولكن أتاه الموت. وأنا بقول لك أهو الصلوات 5 صلوات، 5 صلوات وفيهم الخير كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. نهر، هل يبقى من ضرنه شيء؟ قالوا لا. قال: وكذلك الصلوات 5. قال: لو أن رجلا بين بيته وبين معتمله 5 أنهر. حديث تاني، رواية تانية، بيشتغل ويعمل زي حطاب مثلا، يلم ويعمل وبعدين يلاقي نهر يغتسل فيه شوية ويرجع يشتغل، وهو ماشي كده راجع يغتسل لقى نهر يغتسل فيه ويطلع يشتغل، وكل لما يعرق ويتعب ينزل يغتسل ويطلع. هل يبقى من ضرنه شيء؟ قالوا لا. ده مثل الصلوات زي ما قال نبيك صلى الله عليه وسلم: أنت تشعل بالذنوب والمعاصي على نفسك نارا. وانتبه لهذا الحديث الجميل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل ملكا ينادي عند حضرة كل صلاة: أيها الناس قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يحترق ثم يحترق، فإذا صلى الصبح يعني الفجر غسلتها، ويحترق ثم يحترق، فإذا صلى الظهر غسلتها، وهكذا إلى آخر الحديث. هذا النعيم، الصلاة دي نعيم، نعمة. ما بالك بقى لما تتوضا وتروح المسجد، يا شوف الخير كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضا في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله. وحق على المزور أن يكرم الزائر. شوف لما تخش على ملك كريم كده ويحبك ويفرح بيك، شوف الهدية اللي هتروح بها شكلها ايه. ما احنا بنسأل البركة راحت منين؟ النعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فأجره كأجر المحرم، حجة كاملة بإحرام أجرها، بل يفرح الله فرحا شديدا كما قال نبيك صلى الله عليه وسلم: إلا تبشبش الله له. التبشبش شدة الفرح، كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. ربنا بيفرح فيك الفرح، بيفرح بيك الفرح ده كله، ومكسل ومش عايز تيجي. طب صل، حافظ على صلاتك، على عبادتك، على طاعتك. يبقى من أعظم الأعمال وأهم الأعمال عشان خاطر رفع الأعمال الصلاة. آخر وصية النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي، آخر وحي، آخر وصية النبي. ربنا أرسل 124,000 نبي، ختمت النبوة، كل النبوة بآخر أنفاس تنفسها النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال فيها؟ وبماذا ختمت النبوة؟ بخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. آخر أنفاس لآخر نبي قال فيها: الصلاة وما ملكت أيمانكم. يبقى فضل تاني و5 صلوات بس. احرص على الصلاة، احرص عليها. هذه من أعظم الأعمال لتدارك بها صحيفتك فتكفر السيئات.